طلباتها. انا مش قادر، انا مش قادر البي لها كل، يعني مش قادر ان انا اكفي طموحاتها الفوق المش منطقيه، اللا منطقيه. ما يا ريت طموحات عاديه، لا طموحات عاليه قوي. يعني من زمان قوي انا اسمع عن الايفون ده، كان نفسها في ايفون. طب انا اجيب ايفون ده؟ اذا كان ده انا عمري في حياتي ما شفته. نفسها في حياتي، نفسها مثلا انها تلبس لبس معين، عايزه تعيش عيشه غير اللي انا عايشها، وانا مش قادر. هعمل ايه؟ وانا مش هعمل حاجه تغضب ربنا، حرام. لكل بني ادم مننا، لكل واحد فينا ربنا مقدر له رزقه ايا كان. طالما حمد ربنا وشكره وعنده قناعه خلاص. فتطورت دخلت في موضوع التسول، ولما بدات ان انا اعاقبها عشان التسول ما ينفعش يا بنتي، في اكتر من ان انا قبلت رجليها، بوست رجليها كده وقلت لها ارحميني من الذل، ارحميني من العار، ارحميني من كلام الناس. طب بلاش اني اعتبريني وحش، انا اب جاحد يا ست. بص لاخواتك الصغيرين، طب هم طب بلاش اني يعتبروني راجل وحش. انا ما تفرقش معايا. نويت ان شاء الله ان انا امنعها من السوشيال ميديا خالص، من التيك توك واللايف، لكن عاوزه تعمل اعلانات وشغل ماشي، انا معاها مش هقول لها لا، ومش همنعها الحاجه دي. خاطر التيك توك خلاص؟ لا خلاص الحاله اللي يجي لنا منها، الحاله اللي تتعبنا وتزعلنا بلاش منها. بنتي كانت كويسه وجميله وحلوه والناس كلها كانت بتحبها، والناس عاوزاها برضك تاني ترجع تاني، بس انا مش هوافق. لا هي كانت نفسها تبقى مدرسه علوم عشان هدايا الام. والله هتقدم لها. والله هنشوف التدريس، هي عاوزه تخش تبقى مدرسه علوم. والله لما تطلع ان شاء الله نكمل بقى، هنشوف التنسيق ده لما تطلع برضك ونشوفها برضك رايها تبقى عاوزه ايه واحنا هنعمله لها. لو عاوزه اي حاجه ان شاء الله اعملها لها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في قناه قضايا اليوم. النهارده يا جماعه عايزه اتكلم على موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو السوشيال ميديا اللي بقت مضيعه حياتنا كلنا ومضيعه تفكير كل شبابنا وبناتنا، ومش في الوطن العربي بس، دي بقي في العالم كله. اللي كلنا عارفين ان التيك توك ده دخل في كل بيت، بدأ يغير من اخلاق الناس عامه، سواء مسيحي او يعني او مسلم ايا كان. الناس بدأت بجد يعني ما بتعملش حساب لا لدينها ولا لاخلاقها ولا لاي حاجه. ففعلا دلوقتي احنا وصلنا لحاجات مش كويسه خالص عن طريق السوشيال ميديا. الموضوع اللي بتكلم فيه ده موضوع مهم جدا جدا، يا ريت بجد كل واحد يحاول يعلم بنته وابنه اللي بيحصل دلوقتي على السوشيال ميديا، ويعرفوا استخدام النت ده بيبقى ليه طريقين، يا طريق ان انا استخدم النت ده بطريقه صح، يا استخدمه بطريقه غلط. انا في الحقيقه ما كنتش عايزه اتكلم في الموضوع، لان يعني خلاص الموضوع كله بقى عارفه دلوقتي. كل الناس دلوقتي بقت عارفه استخدام النت ده، ممكن الناس تستخدمه بطريقه صح وبطريقه غلط. بس فعلا بجد انا لقيت كميه بنات وشباب بتتاخد في الرجلين يعني الفتره دي، وكلنا شايفين معظم الشباب اللي اتقبض عليها ومعظم البنات اللي اتقبض عليها. كلنا فاكرين برضو حنين حسام، فاكرين برضو بنات كتيرة قوي اتاخدت عن طريق السوشيال ميديا. ودلوقتي برضو سوزي الأردنية وأم سجدة وأم مكة ومداهم ومحمد هاني وكل الناس دي احنا عارفين ان هم اتقبض عليهم الفترة دي. وده كله بسبب ايه؟ بسبب السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اللي بقت قاعدة في بيوتنا دلوقتي معانا، في غرف نومنا وعلى سرايرنا، بقت موجودة معانا حرفيا في كل مكان في حياتنا. طب يا جماعة دلوقتي السوشيال ميديا دي اللي بقت سبب في خراب بيوت كتيرة. دلوقتي بقت في ستات ورجالة كبار في السن بيعملوا حاجات وفيديوهات، يعني والله فعلا حاجات يعني بجد حاجات غريبة. ده كله بسبب ان هم عايزين مشاهدات وخلاص. يعني مثلا سوزي الأردنية أنا مكنتش عايزة أتكلم عنها، بس دي عيلة برضو، طفلة لسه بتطلع للحياة. لما بص ألاقي إن هي يعني حاجات بتطلع تقول كلام غريب، اللي هو اللي هي اتشهرت أصلا بالفيديو اللي بيتقال ده، اللي هي أول فيديو عملته خالص لما كانت بتزعق لوالدها في الفيديو، بتقوله أنت أخدت فلوسي واديتها لعمتي، فبيقول لها قالت له الشارع اللي وراه. كل الناس طلعت بقى يا سلام ان هي عملت حاجة كأنها اخترعت الذرة،
كأنها اخترعت اللي محدش اخترعه. للدرجة دي بقت حتى بعض الكلمات اللي بتطلع مننا سوقية بناخدوها مثلا ترند، بتطلع ترند. يعني ازاي يا جماعة احنا وصلنا للانحطاط ده؟ برضو علياء قمرون اللي اتشهرت برضو بالاغنية بتاعت قمرون، يعني متخيلين ان برضو بنت زي دي لسه صغيرة ووالدها نفسه بيتكلم وبيقول ان بنتي كانت يعني نفسها تبقى بنت ناس كبار في السن وناس كبار في العلم وناس كبار في الفلوس وناس اغنياء وناس معاهم وناس مش محتاجين، بس انا للاسف ظروفي على قدها جدا جدا ومش قد طموحاتها. وعيالة زي دي برضو طلعت وبدأت تطلع بترندات غريبة برضو، مع انها ما بتقدمش حاجة وما فيش محتوى بتقدمه. انا ما بحبش انتقد حد والله يا جماعة، ما بحبش انتقد حد. انا بمثل لكم ان فعلا بيبقى في ناس شباب وبنات مش فاهمين حاجة وبيدخلوا في السوشيال ميديا بيقولوا كلمات غريبة وخلاص بيصبحوا ترند. يا جماعة السوشيال ميديا والتيك توك عامة ده بقى حاجة غريبة جدا دلوقتي، بقى حاجة يعني ملهاش، ما ينفعش يبقى لها مكان ما بيننا، لأن الناس حرفيا بتستخدمه غلط والله. والحمد لله ان مجلس الشورى على فكرة اتكلم في الموضوع ده وقال ان التيك توك ده ليه فترة 3 شهور بس، حتى طلع برضو حكم بانه هو هيبقى 65 يوم لو التطبيق ده ما ننضفش الناس اللي عليه وننضف الفيديوهات اللي بيقدمها للناس هيتمنع خالص. وفي الحقيقة دي حاجة حلوة جدا وفكرة كويسة جدا ان يتمنع، لان لما الناس توصل للانحطاط ده نبص نلاقي مثلا راجل كبير ومراته وطالعين يرقصوا سلو مثلا او بيرقصوا على اغاني غريبة واغاني شعبية ويطلعوا يرقصوا عليها ويعملوا حركات غريبة ويقولوا كلام غريب وفي الاخر يطلعوا يعني ترندات. احنا وصلنا لغاية فين يا جماعة؟ هو في ايه بالظبط؟ ليه الاخلاق وصلت لكده؟ في ناس كتيرة بتقول اصل في ناس بتبقى محتاجة فلوس فبتضطر تعمل اي حاجة. لا يا جماعة، ما ينفعش ان احنا عشان محتاجين فلوس نعمل اي حاجة. لازم الانسان عايز يخترع حاجة يخترعها، اللي يقدر يخترع حاجة يخترعها، اللي يقدر يعمل محتوى محترم وكويس يفيد به البشر اهلا وسهلا. بس ما يبقاش كل الفيديوهات اللي نازلة كلها حاجات فيها كلمات سوقية. اطفالنا بيتعلموا الكلمات دي، اطفالنا والله العظيم انا بشوف اطفال يعني بتتكلم بطريقة مش كويسة خالص وبيفتكروا ان دي كلمات حلوة ولابد من ان هي تتقال. بقى دلوقتي الاطفال بيتسابقوا مين يطلع كلمات سوقية اكتر. طب ازاي احنا نوصل للانحطاط ده؟ ازاي؟ ففعلا حقيقي التيك توك ده فعلا لازم يثبت كل فيديوهاته، ما ينفعش كده. مش كل حاجة نيجوا ان احنا مثلا نصدرها لاولادنا، ما ينفعش. كل حاجة لازم نوريها لأولادنا بالكلمات السوقية والحاجات اللي مش كويسة والفيديوهات اللي مش محترمة. يبقى الناس لازم بقى كل واحد يخلي باله من المحتوى. وفي الحقيقة والله العظيم فعلا الشرطة تشكر على حاجة زي كده، ان هي واخدة بالها من اللي بيحصل على السوشيال ميديا، ان فعلا الناس دي كتر خيرها ان هي بتواجه الواقع اللي احنا عايشين فيه، وكمان بتواجه السوشيال ميديا بكل غبائها وبكل الدمار اللي بتسببه في البشرية بصراحة. يعني دلوقتي السوشيال ميديا بقت موجودة دلوقتي في كل البيوت، حتى لو واحد مربي بنته كويس جدا وعارف هي ايه، بس في الاخر البنت بتغلط ليه؟ لان التليفون معاها على السرير، معاها طول الوقت، معاها في كل مكان. متخيلين التليفون ده والنت ده هو بيبقى سبب حاجات كتيرة جدا ودمار كتير للشباب، وده اللي احنا وصلنا له. انا بتمنى من اصحاب القنوات بجد المحترمة يعني تتكلم في المواضيع دي، لازم مواجهة الكلام ده كله. دلوقتي في بعض الوكالات وفي وكالات كتيرة بتيجي للناس اللي هي صغيرة جدا والبلوجر اللي هم لسه بيحاولوا يتشهروا. فللأسف يا جماعة لازم كل القنوات تتكلم عن الموضوع ده. مش هينفع نشوف اولادنا وبناتنا وشبابنا، الناس الاجيال الجديدة اللي بتطلع للبلد اللي هم المفروض يعتبروا يعني دي الفروع اللي بتتفرع من الجذور بتاعة الشجر نفسها، لازم ان هي تطلع بجد جامدة واساسية وعندها اخلاق. ما احنا للأسف دلوقتي مفيش حد بقى عنده اخلاق، نادرا جدا جدا لو لقيت حد اخلاق.
ولازم كل اب وكل ام يعني يحطوا دماغهم قوي في عيالهم، ويحاولوا يركزوا في عيالهم جدا، يحاولوا ان هم يغيروا تفكير اولادهم للصح، نرجعهم تاني للدين والاخلاق. ما ينفعش ان ده يبقى يعني دي تبقى طريقتنا في الحياة، ان كل واحد عايز فلوس يروح يعمل اي فيديو ايا كان مش محترم ويقول عشان يجيب مشاهدات وياخد فلوس. حاجة زي كده اصلا في حد ذاتها حرام. حاجة زي كده انت لما تموت وعامل محتوى زي ده بتتحاسب عليه. تخيل كام شخص بيشوف المحتوى اللي مش كويس، تخيل كام طفل بيشوف الحاجة دي وبيتعلم الحاجة اللي ما فيهاش اخلاق ولا دين دي، انت بتتحاسب عليه. انت كصاحب قناة بتقدم محتوى، لو تقدر تقدم محتوى محترم اهلا وسهلا. غير كده يا جماعة كل واحد ياخد باله من المحتوى ده. لازم كل واحد بينزل محتوى ولا بينزل فيديو يبقى عارف هو بيتكلم عن ايه. دلوقتي المواضيع بقت كتيرة جدا، مواضيع القبض على البلوجرات برضو ده بقى كتير جدا، لان في ناس كتيرة جدا ما بتراعيش فعلا الفيديوهات اللي بتقدمها. يعني دلوقتي اي بنت طموحها عالي عن اهلها، واهلها مش قادرين يجيبوا لها مصاريف ولا يعيشوها، اول حاجه تروح تفكر فيها تعمل فيديو عشان تطلع ترند وعشان تجيب مشاهدات وبالتالي تاخد فلوس. مش هاممها بقى الفلوس دي حرام ولا حلال، حلوه ولا وحشه، ما ينفعش. لازم يا جماعه كل الابهات والامهات عشان ما ترجعوش تندموا، في النهايه الاب والام هم اللي بيرجعوا يندموا على اولادهم. دايما تلاقي البنت او الولد في الاخر بيحصل القبض عليه وبيتسجن وبياخد له 5-6 سنين بالراحه في السجن، وفي النهايه الاهالي هي اللي بتندم. يبقى لازم ان انتوا تراعوا ربنا في اولادكم، لازم تعرفوهم الصح من الغلط. لكن انتوا سايبين اولادكم للنت ليل ونهار، للسوشيال ميديا ليل ونهار، محدش عارف عن اولاده حاجه، وبحجة ان كل واحد مشغول في شغله. عارفين ان الدنيا تعب، وعارفين ان كل واحد بيشتغل علشان يحاول يجيب رزقه ورزق اولاده، بس مش لدرجة انك تسيبوا اولادكم للسوشيال ميديا هي اللي تربيهم وهي اللي تعلمهم. المواضيع والله يا جماعة بقت صعبة جدا. الدمار اللي بيحصل ده لشبابنا واولادنا بيجي عن طريق السوشيال ميديا، عشان تمسح لهم كل دماغهم، عشان تمسح لهم الدين والاخلاق اللي يتربوا عليها. اتمنى من كل الاهالي واتمنى من كل الناس ان هي تحافظ على اخلاقها وعلى دينها على قد ما تقدر، وكل واحد ينتبه لاولاده. اسيبكم في رعاية الله وامن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.